السلام عليكم البنات. اجيو اليوم نصيبوا معكم واحد الكيك يومي كيجي رائع جدا بالمذاق الحامض، وهذا كتعتمدوه يوميا او لا كل يومين على حسب نتوما شحال. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. اول حاجه عندي 3 البيضات، واحد جوج ثلاثه. حرر المطبخ دائما. وغادي ندير واحد الكاسه ديال الملح، غادي نخلط البيض مع الملح مزيان. هنا عندي كاس ديال السكر، وعندي هنا 2 ساشيات ديال الفاني، كل وحده كتوزن 7.5 غرام. هاد النكهه ديال الفاني صراحه كتجي واعره. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال القشور ديال الحامض اي الليمون، وهنا عندي كاس ديال الزيت العبار بنفس الكاس. هنا عندي واحد الياغورت ديال الفاني، هذا الصغير. نفس العبار ديالو ديال الماء عادي من الصنبور بلا ما تصلوا البطاط، لان اصلا ضروري يكون فيها. صافي انا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي ندير 2 كيسان نفس العبار باش عبرت السكر ثاني والزيت. 2 كيسان يكونوا عامرين بزاف. انا غنعبر بالمعلقه، ولكن تقريبا 2 كيسان يكونوا عامرين بزاف. المعلقه راه شفتو حطيت في الاول 2 يكونوا عامرين بزاف، يعني 4 5 6 7 8. لان الكاس داك الكاس كيعبر 4 المعالق يكونوا عامرين بزاف. هنا غادي ندير 2 ساشيات ديال الخميره 8 غرام كل وحده، يعني 16 غرام بجوج. هنا غادي نزيدو شويه ديال الخل، صافي الخليط كيجي بحال هكا. بالمول غادي نستعمل هذا ديال الكيك اليومي، دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط. وغادي ندخلو الفران حتى يطيب ونرجع معكم. بالنسبه لاصوص باش غادي نزوق الكيكه من بعد ما كطيب، عندي هنايا كاس ديال الحامض، نص ديال الحامض ونص ديال الماء، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده على حسب الذوق، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال النشا. هنا باش نحصلوا على واحد اللون اللي زوين غادي نزيدو هنا شويه ديال المنوي الاخضر. هنا غادي ندير كلشي فوق النار حتى كتعقد لينا هاد لاصوص ونرجع معكم. في الكيك ها هو من بعد ما حيدته من المول من بعد ما طاب، راه تشتت ليا شويه هنايا، ولكن ماشي مشكل حيت كيجي فتي. داكشي علاش ضروري يجي بحال ما هكا. انا كنحماق على شي حاجه سميتها الكيك يكون بحال ما هكا، يعني يجي رطب بزاف. ما كنحملش دوك الكيكات اللي كيكونوا معجنين. الخبز صراحه الله حسن منهم. المهم من بعد ما كنخليوها حتى كتبرد على خاطرها، عاد نديرو ديك لاصوص. هيا لاصوص من بعد ما كتعقد غادي نخويها فوق من الكيك بهاد الطريقه.
باش تعطينا هذا داك الشكل الزوين الجنب. المهم هذا الفيديو راه ما فيهش المونتاج نهائيا، كنصور وغادي نحط عادي لانني عييت من المونتاج. شحال هادي كندير المونتاج وكنصور فيديوهات في الاخر ما كتلقاش المشاهدات. دابا غادي ندير فيديو عاديين، غادي نصور عاديين، اللي بغى يشوف يشوف، اللي ما بغاش حر. صافي هنا غادي نكمل التزيين بهاد القطع ديال هذا ديال الحامض. التزيين كيبقى اختياري دائما، ممكن تزينها كما بغيتو بطبيعه الحال. وعندي هنايا هادو ديال الحلوى، غادي نختار فيهم اللون الاخضر. ماشي مشكل تحت وحده حمراء، ماشي مشكل. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خليها نتوما في الثلاجه حتى كتبرد على خاطرها، وكتقدموها بصحه وراحه. باي باي، حتى الفيديو جديد.